لو عايزين أكلة جديدة وصحية واقتصادية يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة. سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت، وكمان تنفع للغداء أو للعشاء. بتطلع حلوة جدا، هيحبها كل اللي في البيت. ويلا نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة في الوصفة معايا هنا كيلو من البطاطس. طبعا ممكن نزود الكميات زي ما تحبوا، ممكن نعمل صينية كبيرة أو متوسطة. الكيلو ده عمل حوالي صينية متوسطة. هنا قطعت البطاطس شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويفضل نقطعها رفيعة علشان تستوي أسرع وكمان تاخد كل التتبيلة ويبقى طعمها أحلى. بعد ما قطعت البطاطس حطيتها في الصينية، هضيف عليها توم بودرة وملح وفلفل وكمان بابريكا مدخنة. هضيفهم بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أخلي كل البطاطس تتغلف بالتوابل اللي أنا قلتلكوا عليها. هقلبها كويس بإيدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان البطاطس كلها تتغلف وكلها تشرب من التتبيلة اللي احنا حطيناها. وبعد كده هضيف عليها من 2 ل3 زيت نباتي، وممكن كمان نستخدم زيت زيتون او سمنة او زبدة زي ما تحبوا. هقلبهم كويس جدا. عايزة البطاطس تتغلف بالزيت اللي احنا حطيناه. وبعد كده هسويها في الصينية وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد حوالي تلت ساعة، وبعد كده نكمل باقي الوصفة. هنا محضرة 4 بيضات، هضيف عليهم ملح وفلفل وكمان توم بودرة ومعلقة من الخل، مش هتخليكوا تشموا اي ريحة للبيض. كمان هضيف هنا كوباية من كريمة الطبخ، وممكن نستبدلها بالكمان اللبن أو الساور كريم. هقلب كله ده مع بعض كويس جدا. عايزة الخليط بتاعنا يتقلب كويس قوي قوي. بعد كده بحب أضيف عليها بصل أخضر، هو متوفر دلوقتي وهيديها طعم حلو قوي، وممكن بصل عادي. هنقلب البصل مع الخليط بتاعنا كويس قوي بالشكل ده. والصينية بتاعتنا بعد 20 دقيقة بعد ما خرجت من الفرن، هرص عليها أي إضافات موجودة عندي في البيت. أنا كان عندي هنا فلفل أصفر، طبعا ممكن نضيف فلفل أحمر ألوان أو فلفل أخضر كمان. وكان عندي هالبينو، ضفت عليها هالبينو. وممكن كمان فلفل حار، أي حاجة متوفرة عندك في البيت. هضيفها وأرصها كلها مع بعض. وبعد كده هاخد الخليط اللي احنا حضرناه وهوزعه كويس على الصينية بتاعتنا. وعايزة اقول لكم اي اضافات موجودة عندكم في البيت تقدروا تضيفوها. بحب اضيف جبنة موتزاريلا على الوش، وممكن كمان اي جبنة متوفرة عندكم في البيت. وممكن قبلها نضيف قطع من السلامي او البيبروني او حتى السجق او حتى التركي لو متوفر. بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 تكمل سوا. ولما بتطلع هتاكلوا احلى صينية. هتجربوها. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناة.